ما نجيلكش في حاجه وحشه حضره المفتش. ربنا يجعلها اخر الاحزان يا طه. بس استاذن انا عشان هطمن على والدتي واختي. طب مش قبل ما تمشي عرفني قررت ايه؟ قررت ايه في ايه؟ انا جد لسه ميت مش وقته. انا عارف ان مش وقته، لكن انا مضطر اسالك لان مفيش قدامنا وقت. جابر خد كل احتياطاته بعد ما قبضنا على الخواجه. مش عارفين نمسك عليه اي حاجه. ايوه انا مالي؟ السكه دي خدت مني واحد صاحبي وخسرتني رضا جدي. انت عايز نرجع لها تاني ازاي؟ انت اللي ابتديت من الاول السكه اللي ما فيهاش رجوع. انا بقدم لك فرصه علشان تساعد نفسك وتساعدنا. بحاول يا طه ازرع حد في وسطهم بقالي فتره، بس هو حويط واخد باله من كل خطواته ومن كل اللي حواليه. ده قرار نهائي ومش هرجع فيه. كنت اتمنى الموضوع يبقى سهل كده يا طه زي ما انت شايفه، لكن للاسف انت ما عندكش اختيارات كتير. انا هسيبك عشان الظروف اللي عندك، لكن بعدين لينا كلام تاني. الباقي في حياتك يا طه. راوية. بابا، انت بتعمل ايه هنا؟ انت اللي بتعملي ايه هنا؟ انا جايه اعزي. وانت تعرفي القماشين منين علشان تجيله؟ لا دي حكايه طويله. حكايه ايه؟ قولي لي. بعدين يا بابا، اكيد مش وقته. انت ايه اللي فكرك بالسوق؟ وانت مش سبته من زمان؟ انا كان عندي شويه مصالح هنا وعرفت ان الراجل مات، قلت اجي اعزي واعمل الواجب. الله يرحمه بقى ويسامحه. بس كويس ان انا شفتك يا راوية. في موضوع مهم جدا عايز اقول لك عليه. لا بعدين يا بابا، مش وقته. انا لازم اطلع، ما يصحش اتاخر اكتر من كده. عن اذنك. طيب انا هستناكي هنا، مش همشي لما تنزلي.